ترحيل 7 عراقيين لأول مرة من ألمانيا. للأسف هون بدي أحكي نصيحة لأخوتنا العراقية، ونصيحة كبيرة لكل سوري في ألمانيا، كل عراقي، كل عربي بشكل عام. أنا بدي أحكي بشكل عام كل حدا في ألمانيا. يا جماعة بدي لكم شغلة، انتوا قاعدين هون في ألمانيا، السياسة بتتغير، الدول بتتغير، تصنيف دولكم بتتغير، تصنيف مناطقكم بتتغير. أنا عم بحكي بشكل عام بسوريا، بلبنان، بالأردن، بفلسطين، بالجزائر، بالمغرب، وين ما كان، باليمن، بليبيا، وين ما كان. يا جماعة التصنيفات تتغير دائما، في تصنيفات ليست على مستوى، أحيانا تتغير التصنيفات فقط على مدن وليست دولة بحالة. فانتوا هون في ألمانيا كل واحد ما بيشتغل، روح اشتغل، روح اشتغل، طلع إقامة دائمة. يا جماعة اللي ما عنده إقامة دائمة سوي إقامة دائمة، واللي ما عنده جنسية يطلع على الجنسية. اشتغلوا على أوراقكم. اللي ما أنا منزل فيديوهات كتير على القناة لحتى تساعدكم، لحتى تتغلبوا على هي الأمور. طالعوا شهادة سياسي، تدرسوا السياسة، طالعوا شهادة اندماج، تحصلوا على الإقامة الدائمة، تحصلوا على الجنسية، تخلصوا. انتوا اللي عم تشوفوا الوضع اللي عم بيصير، اللي عم بيصير حاليا. بدنا ما نعطي إقامة، بدنا نرحله، ما فيكم تحكوا انتوا هيك. ما فانتوا مخنوقين اصلا بالاصل. ليش ما بتشتغلوا على حالكم من هلا؟ ليش لحتى نصل لمرحلة نقول يا ريت درسنا، يا ريت سوينا بي اينس؟ لا تقلي البي اينس صعبة يا خيي، انت صلك بألمانيا 8 سنين، ضلك عيد البي اينس لحتى تاخد البي اينس. لا تقلي البي اينس صعبة، صلكن من 2015 9 سنين في ألمانيا، ليش صعب البي اينس؟ ضلك عيدة وضلك عيدة وضلك عيدة، بالاخير رح تنجح بإذن الله. طبعا على الآتسفا يا جماعة بتحصلوا على الإقامة الدائمة. كل اخوتنا في العراق ما في خوف، ولكن يعني اللي عم بيصير انه يعني الناس اللي بتشتغل، اللي مزبطة حالها، اكيد باذن الله ما حيقربوا صوبة. ولكن اشتغلوا على حالكم، اشتغلوا، ما تنتظروا اللحظة اللي يتم ترحيلكم فيها من ألمانيا. فأنتوا شايفين الأوضاع، وشايفين تقلب الآراء السياسية والتقلب الرأي العام في ألمانيا بالشيء اللي عم بيصير. ويا جماعة يعني أنا ببوس إيدكم، احترام الشرطة، احترام قانون البلد، تظاهر سلمي ضمن القانون، ضمن ما بنص عليه القانون. خليكن ضمن القانون، لا تساووا مشاكل عشان ما يقولوا ليكن هدول عم ساووا مشاكل يلا خلينا نرحلهم. فالتزموا، درسوا، طالعوا إقامة دائمة، طالعوا الجنسية، طالعوا سياسي، طالعوا انتجراسيون، زبطوا أموركم. بعدين اقعدوا قولوا الحمد لله صار فينا نرتاح. لأنه بعتقد الواحد ما بيرتاح بألمانيا لحتى يحصل على الجنسية، لأنه دائما بيخاف من كلمة ترحيل. طبعا العراقيين كانوا بأمان، ولكن تغيرت الأوضاع في العراق وسوريا نفس الشيء. اشتغلوا على حالكم، بحبكم أنا كتير. هذا علاء خلف يحييكم. انشروا هذا الفيديو، الدال على الخير كفاعله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.